البارح شفنا فيديو يبكي لطفل صغير عمره 14 سنة يتضرب في بوسطن. الطفل اسمه وسيم كروش، أمريكي جزائري ولد وعاش في أمريكا، لاعب في فريق كرة القدم الأمريكية. وفي يوم الماتش اللي لعبت فيه المغرب ضد هولندا راح وسيم لواحدة من ساحات الفان زون اللي يتفرج في الماتش هو وبعض أصحابه المغاربة. راح يدوروا يستمتع بوقته وكان لابس تيشيرت المنتخب الجزائري. وجا واحد مغربي قال له في من جيت تشجع، رد عليه وقال له المغرب. ولحد الآن كل شيء عادي، جزائري تلاقى مع مغربي وقاعدين يشجعوا في بعضهم وكل واحد كمل يمشي في طريقه. خونا الجزائري معلم باغينا نربحوا بلا كذوب حلف. ومن بعدها بشويه على حسب الكلام اللي قاعد يدور في السوشيال ميديا، بعد ما هولندا سجلت اول هدف المغاربه داروا على وسيم وضربوه طيحوه في الارض، وكانوا في اكثر على 20 واحد وهو طايح في الارض على وجهه. ومن بعد ما وصلت الشرطه ودوه للعنايه المركزه بداوا باعتقال الناس اللي كانت تتهجم عليه. المشتبه بهم كانوا 35 شخص واعتقلوا 25 واحد للتحقيق. القنصليه الجزائريه استدخلت والجريمه كانت جريمه اعتداء على قاصر، ويمكن تضاف اليها جريمه الكراهيه لانه باين انه هذا كان تمييز ضد شخص معين. وسيم بعد ما دخل للعنايه المركزه جاته اصابه في الجمجمه، إصابة خفيفة، ولكن يبقى اعتداء على طفل صغير، وهذا اللي مستحيل تلقى أي شخص يبرر له. هذا هو المنطق والعقل باستثناء بعض الحمير واللي في بالهم نوقف مع ولد بلادي حتى لو كان يكون غلط. يعني في رايه راح نقول عليه واو إنسان وطني ويحب بلاده، وش بيط. والله العظيم الى المغاربه في امريكا بردوا لي الخاطر، بردوا لي الخاطر. انا ضد هذا الشيء اللي غتشوفوه دابا، والله لا انا ضده، ولكن مع الجزائري انا معاهم، انا معاهم. واحد الطفل جزائري عنده 14 ولا 15 سنه اسيدي قال لك مشى وسط الجمهور المغربي قال لهم انا غنشجع معكم المغرب. الجزائري معلم باغينا نربحوا بلا كذوب حلف. ولابس القميص ديال الجزائر، مع العلم ان الجزائري الا دخل معهم مغربي بالقميص ديال المغرب اولا كيتعداو عليه، كيقولوا لا ما تشجعناش، ولا المهم كيتعداو عليه. قالوا له مرحبا، سجل الهدف ديال هولندا، ناض كيغوت وكيستفز المغاربه، شدوه رباوه. الله تعاودوا التربيه بالله. هذا الحمار يبرر الاعتداء على طفل صغير عمره 14 عام، طفل صغير تبرر الاعتداء عليه يا الحمار. في الاول يقول انا ضد الاعتداء ومع الجزائري انا مع، ومن بعد يزيد يقول المغربي اذا دخل في وسط الجزائريين راح يعتدوا عليه. وهذه في حياتي ما شفتها، لا في الواقع ولا في المواقع. في حياتي ما شفت جزائريين يتعداوا على مغربي. وخلونا من الفايت اللي قاعد يصرى بين مجموعات مغاربه ضد جزائريين ولا جزائري ضد مغربي. انا قصدي جزائريين يعتدوا على مغربي، في حياتي ما شفتها، لا كبير ولا صغير، حرفيا في حياتي ما شفتها ولا سمعتها صرات. والعكس هو اللي صرا، مغاربه تعداو على جزائري صغير في العمر. وكما كان يكون الغلطه اللي صرات مستحيل يكون عندك مبرر ليها. اليوم بغيت ندير فيديو مهمه جدا، ماشي على الفوتبال، ماشي على العمل تاعي، ماشي على شيء مؤسف والله العظيم. اذا اليوم فيديو على خونا وسيم هذاك الصغير ذا تينيجر اللي تحاموا فيه مغاربه، تحموا فيه ناس حقروه، جاي سوبورتي، جاي كيما نقولوا احنا جاي سوبورتيهم هما، جا بطريقه يعني اخويه، بصداقه، بكل صداقه جاي سوبورتي، خاش عنده صحابه مغاربه. ولكن بعض الناس، بعض الوحوش، لان هذه باللغه الانجليزيه يسموها vicious attack، يعني تهجم حيواني. تهجموا عليه، طيحوه في الارض، وكي طاح في الارض من قوه الحقد، من قوه الرخص، زادوا عفسوا عليه. حنا في البلاد واحد كيطيح صاي طاح خلاص، ما يزيدوش يعفسوا عليه. اللي موالفين بالعفيس هما اللي يعفسوا على واحد كيطيح في الارض. واحد كيطيح خلاص راك غلبتوه، خلاص خليه، ما تزيدش تعفس عليه. علاش تزيد تعفس عليه؟ دوك السيد عنده كسر في الجمجمه، دوك كيفاه يسلك هذوك؟ بالك باباه ما عندوش، بالك ما عندوش لاسيرونس، بالك يموت، بالك ما على باليش انايا. كيفاه يديروا دروك مع السيد هذا he didn't ask for it. هذا ما طلبش هذا الشيء هذه اللي راه فيه، ما طلبش هذه الوضعيه اللي راه فيها. he did not ask for it. جاي يتفرج ماتش، جا مع اصحابه مغاربه يشوفوا الجيم، يشوفوا الماتش، ومن بعد يسيبورتيهم ويروحوا كاع كيف في الدار للدار. علاش هاد الحقره، وعلاش هاد الحقد هذا، وعلاش هاد ما فهمتش انا. كاين مازالوا الناس كيما هادو بعد اللي صرا كاع، مازال الناس كيما هادو يكزيستيو هنايا، ومازالوا يدخلوا الامريكان، ومازالوا
انا عرفت باللي اللي ضربوه الناس جاو زوار، وكاين اللي يعني this is a hate crime. ومن بعدها بعض الحمقى جات في بالهم يحوروا التاريخ، بدلوا صورة وسيم اللي كان في بوسطن في امريكا على اساس انه الفيديو اللي كان فيه تصور في كأس العالم اللي فات في قطر، ولكن وين راح تروح بالكذبه هذه؟ وهي باينه باللي الناس اللي كانت تتهجم عليه والصوت اللي في الخلفيه كانوا يحكوا الانجليزيه بلهجه امريكيه واضحه. وزيد فوق هذه السفاره الجزائريه في امريكا تدخلت وراحت ترفع قضيه على المغاربه اللي كانوا في ساحه الفانزون واعتدوا عليه. واليوم الصباح زاد اكد الرئيس تبون الاعتداء. هو ما تنقلش، هو ساكن في بوسطن وجنسية أمريكية، جنسية مزدوجة جزائرية وأمريكية بدقة. يعني شيء الأوضاع نتاعو الصحية، هو خرج من المستشفى الحمد لله. السفارة نتاعنا أمس أنا تكلمت مع سي بوقادوم، راه قايم بواجب نتاعو. المهم وسيم راه بخير وكاين اللي يقدروا يوصلوا له، على الاقل ما صراتلوش اصابه دائمه، وهذا هو الفويس تاعو هو يرد على الناس اللي كانت تسقسي عليه. خويا والله غير thank you bro. والله there's nothing else to say but thank you bro. I really appreciate you reaching out and looking out for me, but I currently just have a concussion, just like brain damage injury. Thank you so much to everyone who cares for me. Inshallah I'm better soon. Alhamdulillah, it wasn't nothing worse, but I'm not feeling that good currently. You know, my head hurts. I have concussion obviously, but alhamdulillah, thank you guys so much for everyone that's been looking out for me. وللناس اللي قالت الفيديو اي راح نخلي لكم فيديو للمغربي اللي صور وسيم قبل الماتش وهو يشرح وجهة النظر تاعو. خونا شي الجزائري معلم باغيين نربحوا بلا كذوب. حلف. السلام عليكم الدراري. بزاف ديال الناس غيكونوا شافوا داك الدري الصغير الجزائري اللي كان بان معايا في الفيديو وتعرض للاعتداء من طرف واحد الدراري صغار. الحاجه اللي بقات فيا ان الدري يلاه عنده مسكين 14 عام، والحاجه اللي عصباتني داك خونا اللي صور الفيديو وبارطاجاه في السوشيال ميديا. يعني الدري واخا يبغي يسمح وينسى ديما غيبقى يطلع لي داك الفيديو. نهار الماتش ديال المغرب وهولندا كنت كنصور في واحد الدري بوه مغربي وموشينوي، ويجي عندي هاد الدري وسيم قال لي السلام عليكم خويا سكريبي. قلت لي السلام، راه كلشي في الفيديو. قلت لي انت جزائري؟ قال لي قلت لي واش بغيتينا نربحوا؟ قال لي قلت لي حلف بالله. قال لي والله حتى بغيتكم نربحوا. يعني الدري ظريف مسكين. هاد الدراري كنتفاجئ بواحد الميساجات، الناس كيطاقيوني وكيصيفطوا لي فيديوهات بان داك الدري اللي كان معايا في الفيديو البارح تعرض للاعتداء من طرف واحد الدراري صغار. وهذوك الدراري اللي تعداو عليه راه ماشي كلهم كانوا مغاربه، كانوا فيهم ليبيين ومصريين. الفيديو ولا راي عام دابا وكلشي ولا كيهضر عليه، وهذا الفيديو انا متاكد غينوض العداوه ما بين المغاربه والجزائريين. الجزائريين الدراري ساكنين معنا في ميريكان، خدامين معنا وكيلعبوا معنا كره، يعني ما عندنا معاهم حتى شي مشكل. راه السوشيال ميديا الدراري اللي كتنوض هاد الفتنه هادي، نتوما عارفين هادشي. كنتمنى من الدراري اللي ضربوه يطلبوا السماحه ويندموا على هادشي اللي داروا، وكنتمنى هاد الفتنه وهاد العداوه بيننا وبين الجزائر تسالي في اقرب وقت.